ده رشيد لسه هربان من السجن وغير شكله واسمه خلاه حسن وبقى معاه فلوس كتير جدا. والنهارده افتتاح النايت كلاب بتاعه اللي على النيل، وفي نفس الوقت ده رشيد هرب من السجن عشان 3 حاجات. اولهم يلاقي ابنه سيف، تاني حاجة يلاقي صاحب عمره الواد امين اللي خانه ولبسه التهمة دي، تالت حاجة انه يثبت براءته وانه اتحكم عليه ظلم. وعشان كده بترجع بينا الاحداث اكتر من 10 سنين لورا عشان نفهم ايه اللي حصل له بالظبط. ده رشيد شاب محترم وابن ناس ويعرف ربنا وما بيفوتش فايده وملوش في الدنيا دي غير ابوه وابنه سيف. ورشيد كان متجوز ام سيف وهي ماتت، ومن ساعتها ورشيد عايش عشان ابوه وابنه بس. وحب البت اسماء دي وهي كمان حبته وقرر انه هيتجوزها لانها بنت كويسة ومحترمة، واهم حاجة انها بتحب ابوه وابنه ودايما بتخدمهم ومش مقصرة معاهم في حاجة. حتى بعد الجواز كانت موافقة انها تخدمهم كلهم بعينيها. رشيد بقى صاحب صاحبه وصاحب صاحبه قوي، يعني عمره ما بخل على حد من صحابه بشيرين ودايما بيساعد صحابه. حتى اسماء ساعات كانت بتشتكي منه عشان بيقعد مع صحابه اكتر منها وبيشوف مصالح صحابه وبيبديها على مصلحته ذات نفسه. ورشيد كان له 2 هم اعز صحابه ويعتبر متربيين سوا مع بعض، امير وصلاح. صلاح غلبان وبيحب رشيد ويفديه بيقابته. الواد امين بقى كان كويس زمان لحد ما دخل السجن، ساعتها اخلاقه باظت وبقى يشرب مخدرات بوظت له دماغه. وبرغم كده رشيد وقف جنبه لان امين ما كانش له لا اهل ولا اي حد يسأل عنه، ولا كان عنده حتة يقعد فيها، ولا كان لاقي اللقمة حتى. رشيد خده وسكنه في الأوضة بتاعته فوق السطوح وجاب له أكل وشرب وكان مهتم بيه على الآخر، وما كانش مخليه محتاج أي حاجة، وكمان جاب له شغلانة، يعني عمل معاه اللي لو أخوه نفسه مش هيعمله معاه. وبرغم كده صلاح حذره وقال له خلي بالك من الواد أمي ده، ما بقاش زي زمان، السجن غيره. بس رشيد قال له حرام عليك يا أخي، الواد غلبان وملوش حد، وما كناش إحنا نساعده، مين هيساعده يعني؟ رشيد بقى شغال في شركة استثمار كبيرة جدا بتاعة الحاج فهمي، ورشيد يعتبر هو الايد اليمين للحاج فهمي. مش هقولك هو اللي ماسك الشغل كله، هقولك الحاج فهمي مأمنه على كل فلوسه، ومش فلوسه بس، ده الحاج فهمي مأمنه على جوازاته ال4، يعني مراتاته ال4 ما يعرفوش ان الحاج فهمي متجوز، ورشيد هو اللي عايف بيوت مراتاته ال4 وهو اللي بيقضي كل مصالحهم كمان. وفي فيلا كده على الصحراوي بتاعة الحاج فهمي متجوز فيها واحدة اسمها فراولة، وشايل في الفيلا دي نقدية كتير جدا بالملايين، ومفيش حد معاه مفاتيح الخزن اللي في الفيلا دي او اللي في الشركة حتى غير رشيد وبس. وعايز اقولك ان الحاج فهمي بيثق في رشيد ثقة عمياء، لدرجة انه معتبره ابنه اللي مخلفوش، لدرجة انه صدق رشيد لما قاله ان مراته فراولة دي بتخونه. ورشيد اكتشف خيانتها لما في مرة دخل الفيلا عشان ياخد منها فلوس للحاج ولقى طفية سجاير، والحاج ما بيطيقش ريحة السجاير، ومفيش اي حد من اللي حواليه يقدر يشرب سجارة واحدة. وقال للحاج فهمي انه شاكك فيها، فالحاج قال له اعمل اللي انت شايفه صح. فرشيد خلى الحاج يتصل بفراولة يديه ويقول لها انه مسافر 3 ايام شغل عشان تفتكر ان الجو خلي ليها وتعمل اللي هي عايزاه وتجيب عشيقها، وده اللي حصل فعلا. ورشيد طب عليها بقى بالليل، بس البواب ما يديش يفتح له لان فراولة قالت له ما تفتحش لاي حد عشان قاعده مع عشيقها جوه. وفراولة طلبت له البوليس وقدرت تهرب عشيقها. ولما جه البوليس كان عايز يقبض على رشيد بتهمة انه بيتهجم على البيت وعايز يسرقه، بس جه الحاج فهمي وقال للظابط لا، ده بس تلاقي سوء تفاهم من حضرة الظابط. وبعد ما الظابط ده ما مشي قام مطلق فراولة دي وطردها بره البيت خالص، يعني مفيش ثقة بعد كده. ورشيد بصراحة برضه كان بيحب الحاج فهمي وكان يفديه بعينيه. المهم رشيد كان خلاص فاضل يوم واحد على فرحه، وقبل فرحه ده بيوم صلاح وأمين قالوا له تعالى اسهر معانا فوق على السطح، عاملين لك حفلة كده احنا ال3 تودع بيها العزوبية. وطلعوا وسهروا واتبسطوا والدنيا كانت تمام. ولما خلصت السهرة الواد أمين استأذن رشيد انه ياخد عربيته بس عشان يقضي بيها مصلحة كده بسرعة ويجي في ثواني. فرشيد اداله مفتاح العربية وكان فيها سلسلة مفاتيحه كلها، ودخل رشيد ينام وكان بيحلم بقى بالفرح وكل اللي حواليه مبسوطين والدنيا تمام. بس الحلم اتحول لكابوس، وصحي لقى البوليس جايبه من على فيشته وواخده على الاسم ومتهمينه بقتل الحاج فهمي ومراته التانية في الفيلا اللي على الصحراوي. ومش بس كده، ده سرق حوالي كمان 4 مليون جنيه من الفيلا. طبعا رشيد ما كانش مصدق اي حاجة من اللي هو سامعها دي،
واتاي البواب بتاع الفيلا شهد وقال انه شاف عربية الاستاذ رشيد واقفة قدام الفيلا ساعة الحادث، وبكده لبس رشيد القضية. واتاي الواد امين الزبالة هو اللي عمل فيه كل ده ولبسه القضية عشان الفلوس. ومن ساعتها والواد امين ده اختفى، ما ظهرش خالص الا بعدها باسبوعين ظهر في المحكمة عشان يشهد، وقال بصراحة انا ما خدتش عربية رشيد، وانا اصلا معيش رخصة وما بعرفش اسوق، بس الحق يتقال رشيد ما يعملش كده. وقام هيب بعديها على طول، وحاول صلاح يلحقه بس كان خلع، ولبس رشيد القضية واتحكم عليه ب25 سنة سجن. وبعدها اترحل على السجن، وهناك شاف عبد الدايم بيه مأمور السجن. وكان طبيعي ان عبد الدايم بيه يحط رشيد في عنبر قتالين القتلة واللي واخدين مؤبد وسنين سجن كتير. ودخل رشيد فعلا العنبر ده، وهناك قابل ناس أول مرة يقابلهم وأشكال ما يعلم بيها إلا ربنا. وكان زعيم العنبر ده واحد اسمه جنجة قتال قتلة وواخد مؤبد. ورجالة جنجة فهموا رشيد القواعد اللي لو مشي عليها الدنيا هتبقى تمام وتعدي سنين سجنه حلبة، إنما لو خالف القواعد دي هتبقى سنينه سودة ومش هتعدي. وفضل رشيد مستحمل يزالتهم ويخامتهم، وبقى يكنس ويمسح ويغسل ويعمل شاي ويعمل لهم كل اللي هم عايزينه، وفضل ماشي جنب الحيط. ولما ابوه وصلاح واسماء جم زاروه حاول يبين لهم انه كويس ومفيش حاجه مصايه فيه، وهم قالوا له ان المحامي قال لهم ان شاء الله في النقد ممكن الحكم يتخفف شويه. ورشيد كان مستحمل ومستني الامل ده، وفضل مستحمل كده لحد 9 شهور. ولما عرف ان الحكم اتثبت عليه وانه لبس 25 سنة قام زعق في اسماء وصلاح وقال لهم ما تجوش تاني خلاص. وصوته عالي وقال لهم انا مش عايز اشوف حد تاني، خلاص سيبوني لوحدي بقى. من بعد الموقف ده اسماء شافت حالها واتجوزت وسافرت الكويت. وبعديها بكام شهر صلاح قال لرشيد انه جاله عقد عمل في دبي فسافر هو كمان، ومفضلش غير ابوه وابنه. بس ابوه مات ومأمور السجن طلعه عشان يدفن ابوه، وكان مشهد صعب جدا. وبكده ابنه ما بقاش له حد بره غير عم رزق صاحب ابو رشيد. ورشيد وصاه على سيف ابنه وقال له ما تشغلش بالك بالمصاريف، انا هتكفل بكل المصاريف. ورشيد طلب من مأمور السجن انه يشوف له اي شغلانه جوه السجن منها يقدر يبعت فلوس يصرف بيها على ابنه، وده اللي حصل فعلا. ومأمور السجن شغله جوه السجن عشان يصرف على ابنه. ورشيد كان مسالم جدا وكان بيشتغل في اي حاجة، وكان على طول بيبعت جوابات وفلوس لعم يزق، وعم يزق بيبعت له جوابات وصور لابنه ويطمنوا عليه. لحد اما في يوم المأمور دخل على رشيد وقال له خلاص مش هينفع تبعت جوابات تاني، لان العمارة وقعت وعم يزق مات وابنك ضاع ومش لاقينه. رشيد ما كانش مصدق اللي هو سمعه ده، وقعد يصرخ ويصوت ويعيط ويتحايل على عبد الدايم بيه انه يخرج يدور على ابنه، وقعد يحلف له ويقول له هلاقيه ويرجع والله والمصحف ورحمة ابويا هلاقي سيف بس ويرجع السجن تاني. وكان مشهد مؤثر جدا، بس طبعا المأمور ما كانش يقدر يعمل له حاجة. هي دي اللحظة بقى اللي حولت رشيد 180 درجة، لانه خلاص حس ان الموت اهون عليه من العيشة دي، وكل اللي حواليه مشوا وسابوه، حتى ابنه اللي طلع بيه من الدنيا ضاع ويمكن ما يشوفوش تاني. وساعتها بقى رشيد كان عايز يطلع غله في اي حد، وما قدرش يستحمل يزالة جنجة ورجالته، وقام مسكهم بقى وقعد يضرب فيهم، وهم كمان مسكوه وقعدوا يضربوا فيه. وقام مأمور السجن حبسهم كلهم في الحبس الانفرادي لمدة 3 أسابيع. ال3 أسابيع دول كانوا أسوأ 3 أسابيع في حياة رشيد. شاف فيهم كمية هلاوس مش طبيعية، وبقى لا بياكل ولا بيشرب، وصحته بقت بايظة خالص، وشعره بقى يقع، وحالته النفسية بقت ضايعة خالص. وطول ال3 أسابيع دول كان بيقعد ينادي بصوت عالي على سيف ابنه وعلى ابوه، وحالته كانت تصعب على الكافي. وبعد ال3 أسابيع دول المأمور رأفة بحالة رشيد نقله من العنبر اللي كان فيه ده، وقام موديه بقى في أحلى عنبر في السجن كله، عنبر البشوات والبهوات والمؤهلات العليا. وأهم واحد في العنبر ده كله كان فاروق باشا المهندس، وده كان مسؤول كبير في وزارة الزراعة، وقعد يطلع فلوس ومصالح من المنصب ده قد كده، لحد ما لبس قضية وبقى شاهد في القضية وفي نفس الوقت متهم، فعشان كده واخد وضعه جوه السجن. المهم رشيد اتعرف على فاروق باشا ده وبقوا صحاب،
لدرجة ان رشيد ضحى بنفسه عشان يفدي فاروق باشا وخد الطعنة مكانه، عشان كان في حد عايز يقتله ويخلص عليه عشان القضية اللي هو فيها شاهد دي. بس الحمد لله جت سليمة وتعالج رشيد وقام منها بالسلامة ويرجع العنبر تاني. ومن ساعتها بقى وفاروق ده بقى يحب رشيد جدا وبقوا صحاب جدا جدا. وفاروق حكاله على كل حاجة في حياته بقى، وانه كان شغال في منصب كبير قوي في وزارة الزراعة، وقدر يكسب فلوس من ورا المنصب ده ما تتعدش، والفلوس دي كلها قام حولها لدهب لحد ما وصلت 120 كيلو دهب. وشوف بقى دلوقتي الدهب وصل كام، يعني فلوس لو قعد يصرف فيها لحد ما احفاده يموتوا مش هتخلص. وفاروق ده ملوش حد في الدنيا دي كلها غير بنت واحدة وبس اسمها أمينة، وكل اللي بينهم جواباته بس وعمرها ما جت زيته، ويعتبر هو عايش عشانها أصلا. فرشيد قال له خلاص يبقى لازم تكتب لها في الجواب الجاي إنك عايز تشوفها. وفعلا فاروق كتب لها كده، وجه يوم الزيارة وشيك نفسه وجاب لها ورد وطلع يستقبلها، بس بنته ما جاتش، وده أثر جامد على صحة فاروق وجات له أزمة قلبية اتنقل بسببها المستشفى. ولما يرجع من المستشفى قال لي رشيد أنا خلاص مش ناوي أكمل في السجن ده ولازم أهرب، وانت كمان هتهرب معايا. وفاروق خطط لكل حاجة واتفق مع واحد اسمه المعلم الزط عشان يساعدهم على الهرب. والزط ده تاجر سلاح ومخدرات واي حاجة شمال ممكن تتخيلها، ومفيش اي حاجة من اللي هو بيتاجر فيها دي جابته السجن اصلا، ده جه عشان قضية قتل خطأ خد فيها سنة. وفاروق اتفق معاه انه يساعده هو ورشيد في الهروب من السجن مقابل 5 مليون جنيه. ورشيد اتفق مع واد تاني كده اسمه باليتا اتعرف عليه جوه السجن برضه انه يساعدهم في الهروب مع المعلم الزط. وكانت الخطة كالتالي، ان الزط وباليتا هيخرجوا من السجن قريب، ولما يخرجوا بقى هيقدروا يزوروا قواضي كده على فاروق ورشيد. بسبب القواضي دي هيطلعوا في عربية ترحيلات عشان يروحوا النيابة، وهم في طريقهم للنيابة يهجموا عليهم ويهربوهم. واتنفذت الخطة وقدر يهرب فاروق ورشيد وكل اللي كانوا في عربية الترحيلات. بس فاروق لسوء حظه خد طلقة في رجله، قعد ينزف قد كده لحد ما كانت خلاص هتجيب أجله. فقام قال لي رشيد وقف العربية ونزلني أنا هنا، أنا خلاص مش هقدر أكمل. وقال له كمان اوعى تنسى مكان الدهب يا رشيد، وزي ما قلت لك نصها ليك ونصها لأمينة بنتي. ومات فاروق ودفنوا رشيد وصلى عليه. وبعد كده راح بقى للمعلم الزط وباليتا، والمعلم الزط خباه عنده كام يوم كده لحد ما الدنيا ما تهدى. وبعد كده رشيد راح المكان اللي فاروق خبى فيه الدهب ولقى الدهب فعلا. والمعلم الزط ساعد رشيد في انه يحول الدهب لفلوس، والدهب اتحول لفلوس كتير ملهاش اول من اخر. اول واحد لجأ له كان صاحبه وعشرة عمره صلاح، وما كانش متخيل ان الضربة ما بتجيش غير من الحبايب وبس. وهنبقى نرجع لصلاح ده من تاني، بس الاول نروح للواد سيف ابن رشيد. الواد ده طلع شغال مع عصابة تجارة اعضاء، وهو كل اللي كان عليه انه بينزل الارياف وبيصطاد من هناك شوية ناس وبيجيبهم ويجيب لهم اكل ويحط لهم منوم في الاكل، وبعد كده تيجي العصابة تاخدهم وتتاجر في اعضائهم. ولما سيف يرجع لحضن ابوه من تاني واكتشف ان ابوه عنده فلوس كتير، فقال خلاص هو مش محتاج يشتغل مع العصابة دي تاني، بس دخول الحمام مش زي خروجه. ولما حب يخلع منهم هما اللي كانوا هيخلعوه من الدنيا كلها، بس ابوه لحقه في اخر ثانية وقام مخلص على العصابة دي. واسماء كمان ما طلعتش بتتجوز عرفي وتتطلق، لا دي طلعت شغالة في شبكة دعاية بس على مستوى عالي قوي، واللي مشغلاها واحدة اسمها مدام منى. ولما رشيد يرجع وبرضه كان معاه قيشين حلوين، اسماء حبت انها تتوب وتتميمغ في عز رشيد، بس النجاسة اخيتها وحشة. ومدام منى دي هددتها انها لو ما سمعتش كلامها ونفذت اللي هي عايزاه منها هتدخلها السجن تاني، لانها مصوره لها فيديوهات توديها في 60 داهية. بس اسماء استنجدت برشيد، ورشيد وقف معاها وقام جاب اللي اسمها منى دي وهددها بعيالها، وقال لها تنسي اسماء دي خالص وتشيليها من حساباتك ولا تأذيها، ولا احنا كمان هنيجي جنبك ولا جنب عيالك. نرجع بقى لصلاح قص المصايب كلها. صلاح ده فضل لازق لرشيد من ساعة ما هيب من السجن، وغير شكله خالص ولبسه وظبطه وعمل له شكل اجتماعي، وخلاه يشتري المركب والمطعم والفيلا وكل حاجة.
وكل حاجة كانت من فلوس رشيد. بس صلاح ما كانش بيعمل كل ده لله في لله، ده بيعمل كل ده عشان رشيد يأمن له من تاني ويقول له على مكان الدهب بقى. وساعتها صلاح كانت خطته انه يسرق الدهب ويدخله السجن من تاني. وكان كل ما رشيد يقرب يوصل للواد أمير كان صلاح من ناحية تانية يقفل له السكة في وشه، لأنه لو وصل لأمير هيكتشف إن صلاح هو اللي خطط لكل حاجة أصلا. لحد ما صلاح حاول يقنع رشيد إن أمير مات، وقام جاب له واحد كده وخلاه يمثل دور ظابط، وقال له إن أمير مات من سنة واتدفن كمان. ورشيد ما صدقش إلا لما راح قبر أمير، وصلاح هو اللي وداه القبر بنفسه. بس غلطة الشاطر بجون، رشيد لما شاف قبر أمير اكتشف إن المونة اللي ملزوق بيها اليافطة اللي عليها اسم أمير لسه جديدة، وساعتها بقى شك في صلاح وبعت واحد يراقبه لحد اما اكتشف كل ألاعيبه. ومش بس كده، ده قلب عليه مراته وقال لها ان صلاح متجوز واحدة تانية واداها عنوان الشقة، ومراته طبت عليهم وجابت الجردات بتاعتها وادوله العلقة التمام. وقدر صلاح يهرب منهم وراح يستخبى عند رشيد. بس رشيد كان ده كله بيلعبه وقام خده على حجره بقى ووداه مخزن في حتة بعيدة كده، وساعتها قام مهدده بالسلاح عشان يقول له على كل حاجة. وصلاح قال له على كل حاجة، وقال له ان الخطة كلها من تأليفه هو، وهو اللي اتفق مع أمير انه ينفذ. بس كان الاتفاق انه يسرق وبس، وانت تلبس القضية وبالكتير تاخد من 6 شهور لسنة. انما أمير بيشام كان لحس دماغه وقام قتل الحاج فهمي ومراته ولبست انت المؤبد. فرشيد قال له ماشي يا صلاح، وانا مستعد اسامحك بس تساعدني. انا مش محتاجك انت، انا محتاج أمير. لو عملت اللي هطلبه منك هصفيك بره وهعيشك ملك. وصلاح نفذ الكلام اللي رشيد طلبه منه. وكانت خطة رشيد كالتالي: ان صلاح هيسجل فيديو يقول فيه ان أمير هو اللي عمل كل حاجة وهو اللي سرق وهو اللي قتل الحاج فهمي، وانه معاه دليل يثبت الكلام ده. ورشيد هيخلي سالم اللي كان صلاح جايبه يمثل دور الضابط عشان يضحك عليه هو اللي يقول لأمير على مكان صلاح، ويخليه يشوف الفيديو اللي صلاح سجله كمان. ومش بس كده، ده هيديله سلاح. ورشيد قال لصلاح ما تخافش، ده مسدس في شنك، وهيجي أمير يلاقيك متيبط قدامه، حاول تجرجره انت بقى في الكلام، وانا هبقى مسجل كل حاجة صوت وصورة. وده اللي حصل فعلا. وقام أمير زي الدهول اللي وقع بلسانه وقال على كل حاجة، واعترف بنفسه على نفسه بذات نفسه ان هو اللي سرق وهو اللي قتل، وان الخطة كلها كانت من دماغ صلاح. وقبل ما يمشي قام قال لصلاح انا مش ناقص وجع دماغ، وقام اداله بالطلقة في دماغه. وطبعا ما كانش المسدس في شنك ولا حاجة، وكل اللي حصل ده اتصور. ورشيد بعته للضابط اللي كان بيدور على رشيد من ساعة ما هرب من السجن، وبعت له لوكيشن بالمكان كمان. وقبل البوليس ما يجي رشيد وباليتا طلعوا على أمير، وأمير مسك مسدسه وكان عايز يخلص على رشيد، بس المسدس أصلا ما كانش فيه إلا طلقة واحدة بس. وقام باليتا ربط أمير في العربية، ودخل رشيد يتكلم معاه وفهم منه باقي الحدوتة. أصل الحدوتة كانت ناقصة. وبعد ما رشيد فهم الحدوتة كلها قام سابه ومشي، وجه البوليس وقبض على أمير. ولما رجع رشيد البيت لقى أسماء قاعدة ومستنياه، فقام قال لها على اللي حصل. بس أسماء ما كانش باين عليها السعادة قوي، وقالت له في داهية هما الاتنين، ما أنا كنت بقولك من زمان دول أصحاب زبالة ما يجيش من وراهم إلا المشاكل. قال لها يا ريت بس الصحاب هما اللي كانوا زبالة يا أسماء، ده حتى الحبايب طلعوا زبالة. بقى انت يا أسماء تضحكي عليا طول المدة دي؟ ده انت أكتر واحدة حبيتها، وعمري ما بخلت عليكي بحاجة، وكل حاجة كنت بتطلبيها كنت بجيبها لك، ده أنا كنت ظهرك وسندك. بقى صلاح اتعرف عليكي في الكازينو وهو اللي اتفق معاكي انك تظهري في طريقي، وخلاكي تلفي وتدوي عليا لحد ما أأمن لك على حياتي وعلى ابني وعلى أبويا كمان، وانتوا التلاتة تخططوا عشان توقعوني، وانت اللي قدرتي توصليهم لمفاتيح الخزنة وكل حاجة، وما كانتش الخطة كلها هتنجح لولاك انت. كل ده يطلع منك انت يا أسماء؟ ازاي بس؟ ده احنا كنا خلاص هنتجوز، قدرتي تعملي كل ده ازاي؟ قالت له انا اسفة والله يا رشيد، غصب عني والله، صلاح كان بيهددني وكان مفهمني انك هتتسجن بس 6 شهور وتطلع وكل حاجة هتبقى تمام. انت ما تعرفش قبل ما اقابلك انا كنت عايشة ازاي يا رشيد. انا ابويا كان بيأجرني لصلاح وامير ب3000 جنيه في الشهر، وصلاح كان كل شوية يهددني ويقول لي لو فتحتي بقك بحاجة هقول لابوكي وهقول لرشيد كمان على كل ماضيكي. معلش يا رشيد، حقك عليا، سامحني والنبي يا حبيبي، سامحني وهعيش خدامة تحت رجليك. قال لها ما بقاش ينفع خلاص يا أسماء،
حتى لو انا سامحتك على اللي حصل لي، هسامحك ازاي على ابويا اللي مات بحصيته ده؟ ولا على سيف ابني اللي عاش حياته من غير ابوه وشاف اوسخ ايام في الدنيا كلها وكان هيضيع مني؟ امشي يا اسماء، زمان البوليس بيدور عليكي، لان امين اكيد قال لهم على كل حاجه. واسماء ما قدرتش تعيش وتستحمل اكتر من كده، وقامت قعدت تشرب وتشرب لحد ما ماتت بجرعه زياده. وبعد كده رشيد قام مسلم باقي الدهب اللي كان معاه للظابط، مش كل الدهب يعني، خلى معاه حبه كده يعيشوه غني. ده غير طبعا الفيلا والعربيات والميكب، ده كله كان من الدهب. وطبعا كمان خد براءة، وكمان جوز ابنه سيف. وبيخلص المسلسل على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.